واحدة فيهم قالت لو وقفت على فلوسي في مصر هشوف جنوب أفريقيا، والتانية ثروتها معدية 2 مليار. بس طبعا كل الفنانات مش زي بعض، وفي الفيديو ده هحكي لكم عن أغنى 4 فنانات ثروتهم عدت الملايين بكتير. كمل معايا الفيديو ده علشان تعرف مين هم الفنانات دول وجمعوا ثروتهم دي ازاي. أول فنانة في الفنانات دول واللي خدت نصيب الأسد من الثروات والبيزنس هي هند صبري، واللي على طول مشغلة دماغها في البيزنس وبتكسب بالملايين. علشان هند مش مجرد ممثلة والسلام، لا دي بيزنس وومن ناجحة جدا ومن أغنى سيدات الوطن العربي كمان. هند صبري مشغلة فلوسها في مشاريع كتير وبتمتلك 3 شركات بيدخلوا لها ملايين الدولارات. أول شركة متخصصة في إنشاء المحتوى الرقمي، يعني بتنتج أغاني وأعمال فنية، وهي المنتجة لأغنية سقفة اللي شارك فيها فنانين كتير من مصر والوطن العربي. ده غير برنامج العب يا نجم اللي الشركة أنتجته. هند صبري اللي انتجت مسلسلها الشهير رحله البحث عن علا، واعلنت في 2015 انها صاحبه شركه الانتاج دي، ودي كانت من اوائل الاعمال اللي الشركه انتجتها. هند كمان بتقدم من خلال الشركه دي اعمال فنيه جديده بنظره مختلفه، والشركه دي راس مالها كبر وبقى بيحقق ملايين الدولارات كل سنه. احلى مشروع عملته هند جه معاها بالصدفه لما كانت شغاله في مسلسل، والستايلست بتاعتها كانت بتعمل لها ملابس واسعه للشخصيه. هند وقتها جه في بالها انها ليه ما تعملش خط ازياء للسيدات العربيه يكونوا عباره عن ملابس واسعه ومحترمه بس شيك وتناسب اي مكان، وعلى طول نفذت الفكره بقت مع مرور الوقت اكبر مصنع في الشرق الاوسط، واللي خصصت جزء من ارباحه لصالح المجتمع المدني. ثروه هند من البيزنس بتاعها بتعمل لها حوالي 50 مليون دولار، يعني بالمصري حوالي 2 مليار جنيه. تاني فنانه معايا هي الفنانه فيفي عبده، واللي اتجوزت 5 مرات، 4 منهم عرفي وواحده بس رسمي، مع بنتين. الاولى عزه بنتها من رجل الاعمال السعودي كمال مجاهد صاحب الكباريه اللي كانت بتشتغل فيه، والتانيه هي هنادي من جوزها رجل الاعمال الفلسطيني محمد الدراوي. فيفي عبده اشهر واغنى راقصه في تاريخ مصر، صاحبه جمله انا معايا فلوس لو وقفت عليها في مصر هشوف جنوب افريقيا، علشان ثروتها معديه ل 20 مليون دولار. ده غير 5 شقق في دبي، 2 منهم ليها و2 لبناتها وواحده لحفيدتها. ده غير الذهب اللي يتوزن بالكيلو اللي سرقت منه الخدامه الفلبينيه 5 كيلو. ومش عاوزين ننسى الفيلا اللي فيفي عايشه فيها دلوقتي، واللي لو جري حصان فيها مش هيجيب اخرها. وبكده نقدر نقول ان ثروه فيفي عبده قربت تعدي المليار جنيه. الفنانه الثالثه هي ياسمين صبري، واللي في وقت قصير جمعت فلوس كتير من اعمالها. بس خلينا نقول ان جزء كبير من الثروه دي كانت بسبب طليقها رجل الاعمال احمد ابو هشيمه، واللي مهرها منه كان 15 مليون جنيه. ده غير العربيه رويس رويس واللي ثمنها معدي 9 مليون جنيه، مفيش منها في مصر غير كام واحده بس. والخاتم الالماس اللي ثمنه عدى 200 الف دولار، يعني مليون جنيه بالمصري. ضيف على كده كل المجوهرات اللي ب 3 مليون دولار، والفيلا بتاعتها والشقق، وثروتها عدت 7 مليون دولار، ويعملوا لهم بالمصري حوالي 380 مليون جنيه. اما الفنانه الاخيره هي الفنانه منى زكي، واللي بدات التمثيل من حوالي 30 سنه، وجمعت من اعمالها في الفتره دي حوالي 100 مليون جنيه. فيلم اصحاب والاعز اللي الجمهور كله انتقدها بسببه وعمل جدل كبير على السوشيال ميديا، خدت منه لوحدها مليون دولار، وبكده بقت ثروتها تعدي 3 مليون دولار، يعني حوالي 150 مليون جنيه مصري. ده غير بقى الشقق والعربيات والمشاريع اللي محدش يعرف عنها حاجه. في النهايه انتوا دلوقتي قولوا لي ثرواتكم بقت كام؟ شاركوني برايكم في التعليقات.